السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل سمعتم عن صلاة الغفلة؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. لا شك يا حبايبي إن قيام الليل بيبدأ بغروب الشمس، وإن أي صلاة من بعد غروب الشمس وإلى طلوع الفجر بفضل الله تسمى قيام الليل. ويستحب أن نتنفل بين صلاتي المغرب والعشاء، فقد ثبت في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب، فصلى النبي إلى العشاء صلى الله عليه وسلم. يعني هو راح صلى المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فبعد ما صلى الناس وانصرفوا بقي النبي في المسجد صلى الله عليه وسلم يتنفل ويصلي لحد صلاة العشاء بفضل الله. وكان هذا عمل كثير جدا من الصحابة والتابعين. ولقد استحب كثير من الفقهاء الصلاة بين المغرب والعشاء وسموا تلك الصلاة بصلاة الغفلة. طب ليه الفقهاء سموا الصلاة اللي بين المغرب والعشاء بصلاة الغفلة؟ فقالوا أن سبب ذلك أن هذا الوقت اللي بين المغرب والعشاء هو وقت غفلة الناس عن الصلاة وانشغالهم بما سواها، انشغالهم بأمور الدنيا بين المغرب والعشاء، فمن صلى بين المغرب والعشاء فسموا تلك الصلاة بصلاة الغفلة. ولذلك قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله رحمة واسعة، صاحب كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري، قال: الركعتان بين المغرب والعشاء سنة. فقد صرح الماوردي وغيره بندب صلاة الأوابين، قالوا: وتسمى صلاة الغفلة. والحقيقة إن الراجح إن كلمة صلاة الأوابين تطلق على صلاة الضحى وليست على الصلاة اللي بين المغرب والعشاء. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لست بتاركهن. وصاني بثلاث حاجات لا يمكن أسيبهم أبدا. كان منها قال: وألا أدع، يعني ما اتركش، وألا أدع ركعتي الضحى فإنها صلاة الأوابين. يبقى ورد في البخاري ومسلم أن صلاة الضحى اسمها صلاة الأوابين. الملحوظة الأخيرة اللي عايز أقولها حبايبي ان لم يصح ولا حديث، شوف بقول ايه، لم يصح ولا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمية الصلاة اللي بين المغرب والعشاء بصلاة الغفلة. يعني النبي ما سماهاش بصلاة الغفلة عشان ما حدش يقول انتوا جبتوا الكلام ده منين، انما هو فقط التسمية اطلقها الفقهاء واهل العلم. يعني الفقهاء واهل العلم هم اللي سموا الصلاة بين المغرب والعشاء بصلاة الغفلة، لان الوقت ده بيغفل فيه الناس عن الصلاة وبينشغلوا بامور الدنيا ثم يعودوا بعد ذلك ويصلوا العشاء، فسماها الفقهاء واهل العلم بصلاة الغفلة. انما لم يثبت ولا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بتسمية الصلاة التي بين المغرب والعشاء بصلاة الغفلة، وإن كانت هي صلاة مستحبة بفضل الله سبحانه وتعالى، وأكيد لها أجر عظيم، لأن وقت الغفلة بيكون فيه الأجر بفضل الله عظيما عند الله سبحانه وتعالى. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.